ركز بقى ليه؟ ركز جوي لان ده اكتر الازمنه بياتي في الامتحان. اول حاجه هو من اكبر الازمنه ان لم يكن اكبرها، ده رقم واحد واكبر الازمنه. رقم اتنين، وهنعرف هو اكبر الازمنه ليه. رقم اتنين بيجي كتير جوي في الامتحان، وفي افكار كتيره جوي. بس الحمد لله المنهج عندنا بسيط، واحنا هنتوسع شويه علشان برضو تجنبا لو حب يغدر بنا في الامتحان. طب اختار واحد، وكان معانا جزئين. الجزء الاول كان الجرامر، والجزء الثاني كان الفوكابولري، الكلمات. نخش بقى على شابتر 2. رجاء قبل ما نبدا معايا شابتر 2 تكون سمعت محاضرات الشابتر نمبر 1، وتكون حليت الكويز. وزي ما اتفقنا اللي جه في الكويز يبعت لي التيم، ويكون لي هديه عن دكتور حمدي الراج، وكمان لي شهاده تقدير من دكتور حمدي الراج. صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. احنا في شابتر 1 اتكلمنا عن ايه سريعا كده؟ في الجرامر اتكلمنا عن ووز، اتكلمنا عن وير، اي ان جي، was where و ing. حلو. زي ايه يا دكتور حمدي؟ مثلا I was sleeping. واكدنا ان I بتعمل هنا زي المفرد فبتاخد was. قلنا مثال تاني you were working. وقلنا الخلاصة بتاعت الزمن ده انه بيعبر عن حدث كان مستمر لفترة في الماضي، فمن س لصاد الحدث كان مستمر خلال المدة دي. هنا كده ده الحدث، يبقى ده كان اسمه ايه؟ الماضي المستمر، الباس كونتينوس تنس. هل ده موضوع النهارده يا دكتور حمدي؟ لا، انا بفكرك احنا خدنا ايه المرة اللي فاتت عشان نبدأ بقى بمحاضرة النهارده على نظافة. صلى على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. ايه بقى محاضره النهارده يا دكتور حمدي؟ بتتكلم عن البريزنت بيرفكت تنس. وركز معايا جوه في الكلام، لان البريزنت بيرفكت تنس احنا اتفقنا تنس يعني زمن، وتتنس تشنجات مرض يعني. تنس قلنا زمن، بيرفكت يعني حاجه بيرفكت مثاليه او هنا يكون بمعنى تام. بريزنت يعني مضارع، فهنا زمن المضارع التام. تمام كده يا شباب. متوفر معانا كورس المصطلحات الطبية لفرقة أولى، سواء كان طب شريط، طب بيطري، أسنان، علاج طبيعي، وكلية صيدلة، ومع التمريض وكلية التمريض، ومع فن صحي أبطال حبايبي، ومع التمريض وكلية التمريض. اللي عارف حد فرقة أولى يقدر يكلمه ويقدر يتواصل معايا، والكورس عليه خصم 33%. نكمل يا شباب. فهنحط معانا ايه الزمن النهارده؟ صلى على النبي. اول حاجه المحاضره هتكون عباره عن ايه؟ هنشرح على السبوره، ماشي زي ما احنا متعودين. بعدين هنقرا مع بعض كتاب الشرح. نقرا مع بعض كتاب الايه الشرح. ليه يا شباب نقرا كتاب الشرح؟ علشان لو حد في اي جزئيه في الشرح ولا حاجه فيها مشكله نكون قلناها بالمره واحنا بنشرح. بعد كده في شويه روجانيات، افكار حلوه بقى وحاجات مميزه كده، ديت بالنسبه لنا حاجه نيو. حل، وبعدين نحل تدريبات. نحل ايه؟ تدريبات. ماشي. طب وبعدين يا دكتور حمدي خلي بالك بقى وركز معايا علشان الهوم وورك. عشان ايه يا شباب؟ الهوم وورك. وعاملين كويز بقى، حاجه عظمه. الكويز ده يا شباب حاجه عظمه. ليه احنا بنفكرنا نعمل كويز؟ علشان تخلص تحل الكويز، شوف مستواك. هل يبقى اول حاجه تسمع المحاضره، تذاكر، ثم تحل الكويز. تحل الكويز تجيب درجه كويسه فيه، يبقى ربنا ايه كده، يبقى انت المحاضره بالنسبه لك ماتت. ماشي. وزي ما قلت اللي بيقفل بيبعت للتيم بياخد هديه. ماشي. اول حاجه كده، ما معنى زمن المضارع التام؟ هو يعني مضارع ويعني تام. ماشي. طبعا ازمنه المضارع كتير، في مضارع بسيط، مضارع مستمر، والى اخره. إيه يعني مضارع تام؟ هو حدث، يعني انت تستغرب يعني ايه مضارع تام. هو الزمن ده فيه ميزه، هو بيربط ما بين، بيعمل كونكشن بين ايه؟ بين المضارع والماضي. بيعمل كونكشن بين مين ومين؟ بين المضارع والماضي. بيعمل كونكشن بين مين ومين؟ بين المضارع والماضي. مين اللي بيعمل كونكشن بينهم؟ هو البريزنت. يبقى المضارع بيتصل مع الماضي في حاجه اسمها بريزنت بيرفكت، المضارع التام.
بيربط المضارع بالماضي، يعني هو حدث حصل في الماضي مثلا ولكن ليه تأثير في الحاضر، فنقول ايه ان هو مضارع تام، مضارع ولكنه انتهى، يعني معنى عشان تكون فاهم يعني الكلام. مثلا نقول ايه السماء امطرت، انا بقول ما هي كل حاجه نفهمها سوا. the sky rain. ايه الفرق لما اقول sky rain ولما اقول the sky has rain؟ ايه الفرق؟ صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. the sky rained معناها السماء امطرت وخلاص، يمكن تكون امطرت امبارح اول، ولكن مفيش حاجه دلوقتي بتدل ان السماء امطرت. خلاص هو انا عرفت ان من مثلا من التلفزيون من الاخبار والى اخره ان السماء امطرت، لكن مفيش دليل في ايديا يقول ان السماء امطرت. لكن the sky has rain معنى كده ان هي امطرت وتاثيرها ما زال موجود، ماشي. بحيث لما اقول مثلا ايه the land او the earth، الارض مالها is wetting، is wet مبلله، الارض مبلله، معنى كده ان المطره ما زال لها تاثير دلوقتي مجازا. وعلشان تريح دماغك وخلاصة الزمن ده كله، علشان تلاقي ليه استخدامات كتيرة قوي، ولكن هي تتمحور حول ايه؟ صلى الله عليه وسلم. ان الزمن ده بيعبر عن حدث وله تأثير دلوقتي، فهو حدث في الماضي ولكن ليه افكت في المضارع، فبنعمل كونكشن بينهم الاثنين بالبريزنت بيرفكت تنس. نرجع تاني لصبورتنا الجميلة ونتكلم ما معنى المضارع التام. زي ما قلنا هو حدث بيربط بين المضارع ومين والماضي، خلي بالك هو الفعل اوريدي حدث، ماشي، مش مهم حدث، ولكن انا مش مهتم بالحدث نفسه، انا مهتم بالنتيجه. زي ما قلت لكم السماء مطرت، انا مش مهتم بالسماء ان هي مطرت، انا مهتم ان الارض مبتله. والله الطالب ذاكر، انا مش مهتم ان هو كان بيذاكر، انا مهتم ان هو عارف يحل في الامتحان والى اخره. يبقى انا مهتم بالريزلت اكتر من الفعل نفسه، فهنا نستعمل المضارع الايه التام. ده بالنسبه للميننج، المعنى بتاعه. طب يا دكتور حمدي الفورم، زي ما احنا متفقين بقى في العادي، خلي بالكم احنا بنتكلم عن الفورم وحاجه اسمها انتروجيتيف. ايه انتروجيتيف دي يا دكتور حمدي؟ هو كلمه غشيمه كده، حب ايه يرخم عليكم بيها، ولكن برضو سهله خالص، معناها الاستفهام. الاستفهام ازاي صيغه الاستفهام؟ خلي بالك لو انت ركزت ان انا لما باجي اشرح معاك الامثله بشرح الاتي: اول حاجه الفورم، وبعدين الانتروجيتيف اللي هو الاستفهام، وبعد كده اليوزز. ولو سمعت اي فيديو شرح للازمنه تلاقيه بيتكلم عن الثلاثه دول، بس احنا نختلف عن الاخرين، فقلت ابدا لك بيعني ايه اصلا مضارع تام، وهنهي لك بشويه روجانيات كده، حاجات عظمه، واقول لكم الروجانيات ديت منين. ماشي، صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. طب هو يا دكتور حمدي ايه الفورم؟ كلمه فورمولا يعني التكوين بتاعه بيتكون من ايه؟ صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. بيتكون من ايه؟ واحده واحده يا شباب. اول حاجه كده هاز وهاف، ماشي، هاز وهاف، ماشي، ونحط معاهم بي بي. حلو كده يا دكتور حمدي. بي بي اللي هو الايه التصريف الثالث. فلما اقول مثلا بلاي، بلايد، بلايد، خدت بالك ده المضارع، ده الماضي، ده التصريف الثالث. صلى الله عليه وسلم. ده الافعال الايه الافعال المنتظمه بنشتغل عليها عادي خالص والى اخره. لكن مثلا افعال غير منتظمه شكل كلمه eat، ate، eaten. الافعال غير منتظمه بنحفظ التصريفات بتاعتها. اي نعم في كتب الجمع الافعال غير منتظمه بشكل ان هو الاقرب لبعض يجمعهم مع بعض، ماشي، ولكن الستيل برضه هي غير منتظمه، ماشي. دي مش موضوع خلاف، يعني الاسئله ان شاء الله مش هتتطرق للحاجات دي، ولكن انا بفهمك كل حاجه عشان احنا مع دكتور حمد الرايق. ركز معايا يا بالونه، يلا ناخد امثله. انا يا حاضر. اول حاجه كده قبل ما نبدا عاوز بس تكون عارف حاجه، ان هاز مع مين يا شباب؟ هاز بتيجي مع المفرد، صح؟ هي وشي وات ومعاهم المفرد. have بتيجي مع we، they، we، I، ويو والجمع، ومعاهم البيبي. has بتيجي مع المفرد وهي وشي وات. have بتيجي مع we وزي وI ويو والجمع. ناخد أمثلة، فنقول مثلا I have eaten، so I am full. تاني يا دكتور حمدي نفهم بالراحة. أنا ممكن أشيل I was eaten وأخليها إيه؟ وأخليها I
ate انا اكلت. بس في الحالات دي مش هاقدر اقول so I am full. لكن انا هنا ليه؟ لان في الماضي البسيط احنا قلنا I والتصريف التاني يبقى ماضي بسيط، هناخده في الشابتر التاني رقم 3 الشابتر الجاي ما تستعجلش. طب يا دكتور حمدي لما اقول كده معناه انا مهتم بالفعل نفسه وليس النتيجه. لكن في المثال ده فول انا اكلت، الاهميه بالنسبه لي هي الريزلت. ايه الريزلت؟ بقول ايه؟ I am full. فول يعني شبعان، فول يعني ممتلئ، فانا ايه عكس فول هانجري جعان. فاي ام فول يعني انا شبعان، معنى كده انا مهتم اكتر بالريزلت. مهتم اكتر بايه؟ بالريزلت اللي هي النتيجه وليس الفعل نفسه. لما اكون مهتم بالنتيجه مش الفعل نفسه بستعمل البي بي. تاني مثال تاني يا دكتور حمدي. حاضر عيون. احنا قلنا اي، قول مثلا مثال تاني شي. خلي بالك اي خدت هاف عشان مع الجمع. she has eaten هي اكلت. so she is full. لو خدت بالك هي نفس المثال اهوت، بس احنا بدلنا شي فخدت هاز، شي هنا برضو خدت از. ده المضارع البسيط. اي بتاخد ام، شي بتاخد از. ماشي ركز معايا، صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. ماشي، صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. يبقى نكمل تاني. I have eaten so I am full. She has eaten so she is full. طب بالنسبه لدكتور حمدي ليه النفي؟ النفي نقول has وهاف ونحط معاه دوم نوت وبعدين البي بي. امثله يا دكتور حمدي عينيا حاضر. ناخد اول مثال معانا. بيقول ايه؟ she has studied هو ذاكر so her lessons are easy. او بنشيل ار ونخليها become easy. صلى على النبي عليه السلام. واحده واحده. she خدت has، بعد have وهاز البي بي studied. طب انا عرفت منين study؟ study فعل منتظم فالمضارع منه study، التصريف التاني studied، التصريف التالت studied. طب ليه انا حطيت اي اي دي؟ علشان الواي جاب لها حرف ساكن فبنشيل الواي ونحط اي اي دي. يبقى she has studied. حلو. she has studied so انا هنا مهتم بالنتيجة اكتر بالريزلت. فهنا بنعمل ايه يا شباب؟ بنستعمل المضارع البيرفكت بريزنت تنس، المضارع التام. so her lessons here ده ضمير ملكية لشي. ماشي ركز معايا يا بالونة، ركز معايا واكتب اول باول وشد حيلك. قوم ياض ما تنامش يلا، ورقة وقلم كده واكتب ورايا. ركز ركز عشان هتتمرجع في الامتحان. المضارع التام ده مهم جو جو فاسئلته في الامتحان وبيتكرر كتير ومن الحاجات اللي فيها افكار كتير. هنحاول نغطي منها على قد ما نقدر ومع الوقت ازود لكم واحده واحده. طب هير ليسون دروس، ليسون جامع فتاخد ار او بكام من غير اس. از يعني سهل. حلو. طب ننفي يا دكتور حمدي؟ حاضر. شي تنزل زي ما هي، هاز زي ما هي، بس احط كلمة not. she has not studied. حلو صلى على النبي السلام. هنا ايه not. نفيت has بنوت او اقول hasn't. خلي بالك has not هي hasn't دي اختصارا has not اختصارا ل has hasn't اختصارا ل has not. ولكن في الليترز وفي الخطابات الرسمية ما بنستعملش مين؟ ما بنستعملش الاختصارات. ماشي، يبقى انت لو بتكتب خطاب لمديرك في الشغل او خطاب رسمي او جواب فانت بتعملش ايه اختصارات. she hasn't studied هو ايه هي ما ذاكرتش so وبالتالي her lessons دروسها مالها يا دكتور حمدي؟ دروسها مالها؟ صلى الله على النبي عليه الصلاه والسلام. دروسها become اصبحت become ايه hard اصبحت صعبه. خلي بالك انا شلت الصفه دي وغيرتها بصفه عكسها. او ممكن اقول don't become easy لم تصبح سهل. يبقى ممكن اقول دي اقول دي. احنا بنلعب بقى باللغه، اللغه ديت يا شباب متعه. ماشي كلام سهل خالص وبسيط وبنلعب بيه. يبقى انا بنفعها ازاي؟ هاز بحط بعدها نط واظبط بقيه الجمله على نفس الفكره. طب ناخد مثال تاني يا دكتور حمدي. حاضر صلى على النبي والسلام. اقول they هم have worked. خلي بالك زي بتاخد have والبي التصريف التالت اهو worked. ماشي فعل منتظم. worked hard هم اشتغلوا بجد. خلي بالك ان hard هنا adverb يعني ايه ظرف. لكن ايه الفرق بين كلمة hard وكلمة hardly؟ لما اقول hardly خلي بالك ان hard هي الادجكتيف وهي الايه الادفيرب الصفه والظرف. لكن هارد ديت بتعطي معنى تاني وده السؤال اللي عارفه اكتبوا لنا تحت في التعليقات. ماشي صلى على النبي السلام. they have worked hard
so وبالتالي they are tired. خلي بالك الشغل كان في الماضي ماشي، لكن المضارع بيقول ان هم متعبين، معنى كده ان في حدث في الماضي له تأثير في الحاضر، فده مضارع تام. حلو، برافو يا دكتور حمد، شكلك فاهم وهتريحني معاك. انا فاهم على جد، بس نفهم سوا واحده واحده. they are tired، هم متعبين دلوقتي. ننفي have، ننفيها تبقى have not او haven't اختصارا، وقلنا الاختصارات ما بتجيش فين؟ اختصارات ما بتجيش في الاختبارات الرسميه. have not. ما صلى على السلام. طب worked hard، هم ما اشتغلوش بجد، so ازاي هم دلوقتي ايه؟ aren't tired، هم غير متعبين. ماشي، سهله وكلام سهل وبس يا دكتور حمد. حاضر، يبقى اول حاجه قلنا التكوين has وهاف، has او have، والتصريف التالت. التصريف التالت بيختلف، لو فعل منتظم بيكون نحط له زيه زي التصريف التالت زي التصريف التاني. فعل غير منتظم نحفظ التصريفات. ماشي، وما تخافش مش هدخلك في دوامه التحدي في الاسئله. ماشي، بعد كده نتكلم عن حاجه مهمه قوي، صلى على النبي عليه الصلاه والسلام، الا وهي ايه؟ نمسح، نخش على سبورتنا الجميله، وبتقول لنا السبوره انت دلوقتي خلصت يا حبيبي التكوين، سواء كان مثبت هاز وهاف والبي بي، او منفي هاز وهاف نوت والبي بي. بعد كده الكتاب جاب لنا كلمه غريبه كده اسمها انتروجيتيف. يعني انتروجيتيف ده الاستفهام. انا عارفين الاستفهام نوعين، يا اما اسال واحد اقول له هل انت ذاكرت مثلا، والسؤال التاني اقول له انت ذاكرت ايه. فبنختلف نوع الاستفهام كالتالي. الاستفهام ممكن نخليه نوعين. الاستفهام الاستفهام نوعين، يا اما او يا اما yes or no question، او على الناحيه التانيه نقول ان هو WH question. يعني ايه؟ زي ما احنا متعودين يس اور نو يعني سؤال بهل، وبيبدا بفعل مساعد. سؤال بهل اقول له هل انت ذاكرت، هل انت لعبت، هل. لكن دبليو اتش كويستشن ويس اور نو بيتكون من تقديم الفعل المساعد على الفاعل. دي قاعده نمشي عليها في كل الازمنه، تقديم الفعل المساعد على الفاعل. اديك امثله حاضر. طب ودبليو اتش كويستشن ديت عشان معظم ادوات الاستفهام تبدا بدبليو اتش، فاحنا زي وات، زي وين، زي وير، فاحنا نقول والله وات وهوين وهوير، ده كله والله هنقول ان هي دبليو اتش كويشن. اي نعم في حاجات تانية شكل هاو ما فيهاش برضه دبليو اتش، اوكي ماشي، وهنعرف تكوين ده وتكوين ده بالراحه في الاول كده. انا اقول مثلا I have gone to my school. حلو، دكتور حمدي ينفي، حاضر. I have نحط نقط. انا ما رحتش المدرسه، وده التصريف التالت. لا احنا مش عايزين نفي يا دكتور حمدي، احنا عاوزين نكمل زي ما احنا. حاضر، صلى على بس. دي جمله انا عاوز اكون عليها اسئله. اول حاجه كده انا ممكن اقول له هل انت رحت المدرسه، فاجيبها ازاي؟ القاعده اللي لسه جايلها، ودي قاعده عامه تطبقها في اي حاجه عاوز تعمل سؤال هل. قدم الفعل المساعد على الفاعل. نجرب، نجرب يا دكتور حمدي، انا مش مصدقك، لو طلعت صح هصدقك. have، واخد بالك من حاجه؟ have ال الاتش كانت في النص فكانت سمول، بدات بيها فخليتها كابيتال. have I gone to my school. طبعا السؤال ده معناه ايه؟ هل انا رحت مدرستي؟ طبعا هتقول هي لغويا صح، ولكن علشان تكون ادق فهنخلي اي دهيت يو. ليه؟ لان انا بقول انا رحت المدرسه، فطبيعي اللسان يقول هل انت رحت مدرستك؟ يو تبقى ايه؟ يور سكول. ماشي، دي اسمها ضمائر ملكيه. تاني يبقى have you gone to your school، هل انت رحت مدرستك؟ كل اللي انا عملته انه قدمت الفعل المساعد على الفاعل وظبطت بقيه الجمله. ماشي، لا يا دكتور حمدي، طب بالراحه كده نشوف، ناخد من دي وطلع القاعده. اول حاجه فعل مساعد، حاضر، بعد اللي هو have has او have، بعدين فاعل، بعد الفاعل البي بي زائد تكمله. تكمله نطبق كده. اه فعل مساعد has وهاف، بدأت بفعل اهو، بعدين فاعل اللي هو الاي، بعدين بي بي اللي هو الجان، بعدين بقيه الجمله. عارفين بقى ميزه الافعال السؤال بأداة استفهام ايه؟ ان هو نفس السؤال بالفعل مساعد، بس بتزود في الاول اداة استفهام. تعالى كده نشوف يا دكتور حمدي هل انت كلامك صح؟ طب لحظه، بالراحه اهو، تعالى كده نطبق. طبق معايا وحش.
يلا واحدة واحدة، صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. وادي هناك شوية. نبدأ الجملة بإيه؟ أول حاجة معانا بأداة الاستفهام question tool. أداة الاستفهام زي what، نعملها كده what. بس هنا صلى على النبي، احنا علشان نكون فاهمين هنعمل ايه. فين الجملة اللي هنسأل عليها اهي؟ الجملة دي اللي هنسأل عليها، ركز معايا ما تتوهش. واحدة واحدة. I have gone to my school. هشد خط تحت كلمة my school وامسحها كده واقول له انت الى اين انت ذهبت؟ اين تبقى where. واحدة واحدة. الفعل المساعد اللي في الجملة هنا اسمه ايه؟ have، يبقى have. الفاعل I، بس مش هقول لنفسي انا رحت فين، هقول له انت رحت فين، يبقى have you. هي لغويا صح ماشي. واجيب ايه، احنا جبنا الفعل اداة استفهام وجبنا فعل مساعد اللي هو هنا هيبقى have عشان يو بتاخد have، والفاعل جبناه، فاضل البي بي يبقى gone to. تاني يبقى where have you gone to، الى اين انت ذهبت. ركز معايا تاني. يبقى السؤال نوعين، يا اما سؤال بيس اور نو كويستشن اللي هو سؤال معناه هل انت ذاكرت، هل انت لعبت. هنا معناه بيقول لك هل انت رحت مدرستك. ماشي. هل يبقى عاوز نجيبه تاني اهوت ولا دكتور حمدي؟ هنشخبط على ماي سكول ونقول وير. وعاوز فعل مساعد هنا هاف، والفاعل هنخليه يو، وجام تو. نكمل بقى البي بي وبعدين بيجي التكمله. الى اين انت ذهبت؟ يبقى ده اسمه يس اور نو كويستشن، ده اسمه دبليو اتش اي كويستشن. حلو. حلو تاني. يبقى الاسئله نوعان، يا اما يس اور نو كويستشن، سؤال اللي يبدا بفعل مساعد ومعناه هل انت ذاكرت، دي معناها هل انت رحت مدرستك. او سؤال بدبليو اتش كويستشن وده معناه هل نسال على حاجه معينه، فنشيل مثلا حته ما يسكون نسال عليها الى اين انت ذهبت. طب لو قال مثلا انا ذهبت الى مدرستي صباحا، فممكن اشيل ويرد واخليها وين، متى انت ذهبت الى مدرستك اند سو اون. ماشي. يبقى احنا كده خلصنا من جزئيه مين، جزئيه السؤال. ونكمل نشوف احنا محتاجين ايه. صلى على النبي عليه السلام، لسه الصبره شويه. يبقى خدنا تكوين has و have will be be. النفي has have not will be be، وخدنا امثله. الاستفهام نوعين، يا اما yes or no question يا اما WH question، وخدنا امثله وازاي بنكونهم. ماشي. طب الخلاصه بقى، ايه اليوزز يا دكتور حمدي؟ اليوزز هنلمها في حاجات بسيطه خالص، صلى على النبي. هو زمن بدأ في الماضي وما زال يحدث الان او له تأثير الان. مش انا عودتكم ان انا كدكتور حمدي لما اجي اكون بتكلم وتلاقي، وفي العادي بطلع يعني انا بتكلم انجلش لايك زان عربي يعني تقريبا زي العربي، الكلام بيتسابق على لساني زي العربي بالظبط. فازاي يا دكتور حمدي انت ما بتفكرش في الزمن؟ اوريدي الاجانب ما بيدجاجوش جو لو انت بتتكلم معاهم في اللغه سواء غلطت يعني او كده، ولكن احنا محتاجين نتكلم بادق حاجه. ماشي. طب هنا الخلاصه يا دكتور حمدي، انت لما بتيجي تفكر في الزمن ده بتفكر في ايه؟ يعني اقول مثلا هو حدث بدأ وما زال يحدث الآن. خلي بالك دي الخلاصة، دي الخلاصة اللي بتيجي في دماغي. يعني مثلا أنا دلوقتي بشرح محاضرة صح كده، فأقول I have teaching teached. أنا بشرح محاضرة لتيتشر. ليه؟ معناه إيه؟ أنا بشرح بقالي مثلا بتاع 10 دقايق وبادئ الشرح واللي ما زلت شغال في شرح، فهنا حدث بدأ وما زال يحدث الآن. ماشي. صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى دي الخلاصة. طب يا دكتور حمدي ممكن نشيل يحدث الآن دي ونخليها له تأثير الآن؟ أيوه. زي السماء ما مطرت، ذا سكاي رين، السماء لما مطرت أهي. ذا سكاي رين، السماء مطرت. أنا مش مهتم إن السماء مطرت، أنا مهتم إن إيه، إن الدنيا بقت ويت، إت إز ويت، الأرض بقت إيه، ويت، اللاند بقت ويت. تاني يبقى انا مهتم اكتر بالنتيجه. يبقى اي هاف تيتشد، يبقى ليه انا هنا مهتم بالريزلت. هي فعلا الحدث مش بيحدث هو فعلا بدأ ولكن تأثيره اللي موجود. هو فعلا مدرس انا بشرح ولكن اللي موجود دلوقتي الاستمرار في الحدث. تاني يبقى هو حدث بدأ وما زال يحدث الآن، أو حدث بدأ ولا تأثير الآن. دي الخلاصة يا شباب. الزمن ده هتيجي تقرا في الكتب تلاقي ليه مليون استخدام، ولكن دي الخلاصة. لو حدث بدأ يعني مثلا انت دلوقتي انت في ابتدائي في اعدادي في ثانوي في كلية ما زلت صح، هو حدث بدأ ان انت في الكلية وما زال مستمر حتى الآن. ماشي. طب ليه ما ناخدوش مضارع مستمر يا دوك يا حبيبي؟ مضارع مستمر هو حدث وقت الكلام، وقت الكلام بس. يعني ايه مثلا؟ هديكم مثال بسيط خالص، وانا عارف ان المثال ده ان شاء الله هيفهمك اللي انا عاوز اقوله، والحمد لله. المثال بيقول ايه؟ في واحد زميلي بيرن على دكتور بيقول انت بتعمل ايه؟
قلت له I have teached، انا بشرح لكيتشر، مع ان انا بدات شرح ولسه شغال دلوقتي. خلي بالك دي ما يعني طب انا لو رن عليا برضه رحت انا جاي له I am watching فيلم مثلا، but I have teached literature but I have to عارفين دي معناها ايه؟ معناها انا اصلا بشرح محاضره، ولكن فصلت 5 دقائق فسمعت فيهم فيلم. تاني يبقى الحدث اللي بدأ وما زال موجود هو مين؟ هو المضارع التام، ولكن اثناء المضارع التام حدث متقطع، حدث استمر لفتره، فده بنسميه مضارع ايه؟ مضارع مستمر. تاني يبقى المضارع التام هو حدث بدأ وما زال مستمر. ايه الحدث اللي بدأ؟ انا مثلا بدأت شرح بقالي 10 دقائق وما زلت مستمر، وفي اثناء البريك مثلا خدت بريك 5 دقائق مثلا، في اثناء الكيتشر 5 مينت، فواحد رن عليا. انا لو قلت اي هاف تيتش صح معناه ان انا بدات شرح وما زلت شغال، لكن لو انا عاوز اعبر عن اللي انا بعمله فاقول اي ام واتشنج فيلم، او اي ام بلاينج ناو، او اي ام ان بريك، اي ام فري ناو، فانا حاليا ايه في راحه وانا بشاهد فيلم او انا خدت ريست الى اخره. يبقى حدث صغنون لوقت الكلام بس، انما الاشمل طبعا عشان كنت قلت لكم بيكون له استعمالات كتير هو المضارع مين؟ التام. صلى على النبي عليه السلام. حلو، وخلي بالك هو ممكن برضه يكون حدث اتكرر وممكن تتكرر تاني. يعني مثلا لو انا قلت، ركز معايا، لو انا قلت I have watched، انا شاهدت مين؟ this film 3 times، 3 مرات. صلى على النبي عليه السلام. عارفين ده معناه يا شباب؟ معناه ان انا ممكن اشاهد الفيلم تاني. انا شربت 3 كوبايات قهوه وممكن اشرب تاني. يبقى لما استعمل المضارع التام مع الاعداد فده معناها ان هو فعل اتكرر مره والثانيه والثالثه وممكن يتكرر ثالث ورابع وخامس. فاهمني؟ يبقى I have watched this film، I have drunk، التصريف الثالث من drink drunk، انا شربت كوفي قهوه 3 مرات 3 times، بعد كده ممكن اشرب تاني الى اخره. يبقى لما نستعمل المضارع التام مع العدد معناه ان هو ممكن يتكرر تاني وايه وتالت. صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. يبقى لو حدث اتكرر وممكن يتكرر تاني، زي مثلا شربت كذا كوبايه قهوه، انا سمعت الفيلم ده 3 مرات السنه دي، ممكن اسمعه رابع، ممكن اسمعه خامس، دي معنى فكره مين؟ المضارع التام. صلى على النبي عليه السلام. خلي بالك بقى، احنا قلنا ايه لحد وقت يا دكتور حمدي؟ واحده واحده كل حاجه، النظام حلو يا شباب. ماشي، احنا قلنا اول حاجه معانا الا وهي شرح على السبوره. ماشي، وما جينا نشرح السبوره قلنا والله ما معناه هو حدث بدا ولا تاثير ضغط، او حدث بدا وما زال مستمر. طب الفورم يا اما يا اما مثبت بوزيتيف يعني مثبت، يا اما نيجاتيف منفي. مثبت هاز وهاف ويل بي، منفي هاز وهاف نوت ويل بي. ماشي، الاستفهام يس اور نو كويستشن، وده بيتش كويستشن، وقلنا ان هي خلصانه دايما ديت بتقديم الفعل المساعد على الفاعل. وخدنا يا شباب وخدنا امثله. ماشي، طب والدبل كويشن كل اللي اعمله هجيب اداه استفهام بس قبل الفعل المساعد بتاع يس اور نو كويشن. طب الخلاصه هو حدث بدا وما زال يحدث الان، او حدث بدا ولا تاثير دلوقتي. عاوزين بقى شويه روجانيات. ايه اللي جاب فكره الروجانيات يا شباب؟ الروجانيات بدات ازاي؟ ان في اخر الدرس عندنا الكتاب سابنا وقعد يلعب ازاي، راح مدينا 3 4 حاجات كده وقال ايه ابحثوا فيهم ابحثهم. الدكتور هيجي سيبنا؟ لا، قلت لا، ده انا لازم اروج على طلابي حبايب. وكلمة الروجانيات هي مشتقة من كلمة الرايج، ومعناها ملاحظات هامة. ملاحظات ايه؟ هامة. ركز معايا بالونه وشد حيلك يلا. طب يلا سريعا كده نروح الكتاب نراجع الجزئية اللي احنا شرحناها. صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. بص يا حبيبي، أول حاجة كده الجرامير أو الجرامر، فرنساوي انجليزي. present perfect tense زمن، افتح كتاب يلا وترجم معايا. زمن المضارع التام. هو لينك اهو، the present perfect is يستعمل كانديكيت يعني يؤشر او يدل على علاقة، لينك رابطة بين مين ومين، بين المضارع والماضي. وقت الحدوث is before now، الحدث حدث قبل دلوقتي، ولكن but not specified، بس انا مش عارف الوقت. احنا and we are often more interested، واحنا مهتمين اكتر بالريزلت بالنتيجه اكتر من الفعل نفسه. يعني السماء مطرت، الارض مبلوله، انا مهتم بالارض اكتر. الطالب ده ذاكر وبالتالي هو حاليا مجتهد، انا مهتم بالنتيجه اكتر. العمال دول اجتهدوا وتعبوا فهم الان تعبانين، انا مهتم بالنتيجه اكتر. وده اللي احنا قلنا عليه المعنى. دي كانت اول حاجه معانا. صلى الله عليه وسلم.
بعد كده قلنا تعالوا نتكلم عن الفورم التكوين بتاعته. هاز او هاف ومعاهم البي بي والكومبلمنت يعني ايه تكمله. حلو ماشي. صلى الله عليه وسلم. طب تعالى نتكلم كده واحده واحده. affirmative يعني ايه الاثبات، والنيجاتيف اللي هو الايه النفي. has visited. طب والنفي يا دكتور حمدي يبقى عامل ازاي؟ صلى الله عليه وسلم. النفي يقول she has برضو بس احط نوت have يبقى hasn't visited. hasn't ايه visited. جالك طب تعالى نتكلم عن حاجه اسمها الايه interrogative. قلنا interrogative يعني ايه الاستفهام. ازاي يا دكتور حمدي؟ اول حاجه جيب الفعل المساعد في الاول. شي خلي بالك هو في الاول جالك ايه she has visited هي زارت صح. جيم فيها جالك hasn't visited. طب جه يسأل جاب الفعل المساعد في الأول. has she visited has she visited. ماشي حلو جواب يا دكتور حمدي. أنا شكلي كده فهمت ده العادي يا حبيبي أنت مع دكتور حمدي. ماشي. جالك في حاجة تانية اسمها نيجاتيف انتروجيتيف يعني سؤال منفي. فأقول له هل أنت ما رحتش؟ ماشي أهو حاضر. أقول له إيه hasn't she visited هل أنت ما زرتيش هل أنت ما زرتيش. ماشي يبقى النفي معناه كده. إنما الفوق هل أنت زرتي تحت هل أنت ما زرتيش. والسؤال المنفي بنجاوب عليه لا انا ما روحتش او بلا. بلا النفي بنجاوب عليه بلا. ركز معايا. يبقى تاني بقى ناخد امثله كتير. affirmative يعني ايه اثبات، نيجاتيف يعني نفي، interrogative يعني استفهام. واحده 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 واحده. ركز معايا. ركز معايا بقى شد حيلك كده. عاوزين اوائل يا شباب، عاوزين نحقق حلمنا نخش علوم صحيه نجاف الانجليزي ان شاء الله. واحده واحده كده مع دكتور حمدي. والكومنت والشير والسبسكرايب. يلا بينا يا بالونه شد حيلك. صلى الله عليه وسلم. I have walked. I have walked يعني ايه؟ انا مشيت. I have walked. ماشي صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. I have walked. I haven't حط not. have I walked هل انا مشيت جبت الفعل في الاول. you have walked انت مشيت. you haven't حط not او هنا جاب have في الاول. هنا الاستفهام. she he she it has walked. he she hasn't حط نفي وجاب هنا has في الاول. جاب لمين الفاعل. طب we have worked حط not وجاب هنا الفعل المساعد في الاول. كلام سهل وبسيط يا دكتور حمد الله يبارك لك. حاسس ان انا فاهم. ده العادي مع الطلاب ان هم يفهموا ويقفلهم ويطلعوا من الاوائل كمان. والحمد لله طلابي فرحوني في فرقه اولى وما شاء الله ارقام فوق ال 90 94 و98 و95 و91 وامتيازات. بجد فخور بكم يا طلابي يا حبايبي في جميع المعاهد على مستوى الجمهوريه. you have هنا حط نوت انت مشيت هنا جاب have في الاول. ماشي. زي have برضه هنا حط نوت وجاب have في الاول. واخدين بالكم حاجه ان تقريبا نفس التكرار زي ما احنا اتفقنا اهو. تاني اهو. you have studied انت ذاكرت. عاوز انفي اشيل have واحط not. you haven't studied يبقى سوري اجي احط have وبعدها not. you haven't studied عاوز اقول استفهام اجيب have في الاول. have you studied هل انت ذاكرت. عاوز اجيب سؤال منفي haven't you studied هل انت ما ذاكرتش. والله يا دكتور حمد احنا بقينا بنلعب. ماشي نخش على اليوزز الاستعمالات. خلي بالك هي الاستعمالات كتير ولكن احنا جمعناها في كلمه ايه. فاكرين ولا نسيتوا؟ حدث بدأ في الماضي وما زال له تأثير ايه في الآن، أو حدث مضى في الماضي وما زال مستمر. طب يلا واحدة واحدة كده. أول استعمال معانا the present perfect is used to describe يوصف ايه يا دكتور حمدي؟ صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. الأكشن أو situation الموقف أو الحدث. situation يعني موقف. ماشي. اللي بدأ في الماضي وما زال مستمر احنا شرحناه وزجنا منه. طب الأمثلة تعال نشوف كده. I have lived in Bristol since 1984 1984. انا اجراها رقمين 1984. بيقول لك دي معناها ان I still do يعني ما زلت عايش هناك. معنى ان اقول I have lived in منوفية I have lived in Egypt معناها ان انا اتولدت. مش هنقول اتولدت بقى هنقول ان انا بدأت المعيشة هناك وما زلت موجود. يبقى so I still do. عارفين لو شلت have دي معناها ايه؟ معناها ان انا I still او I don't انا حاليا مش موجود هناك. لو شلت have ده بس معناه ان انا عشت في الماضي واقول مثلا هنا ايه at كذا عشان الماضي البسيط بياخد معاه at ما ياخدش since. تاني. طب الاستخدام التاني يا دكتور حمدي an action حدث performed during
حدث يؤدى اثناء period that hasn't yet finished. يعني ايه حدث يؤدى في مدة لم تنتهي؟ معناها ايه برضه عشان تعرف ان كله بنفس المعنى؟ معناها ان هو بدأ في الماضي وما زال مستمر. طب تعالى نشوف كده. she has been to the cinema twice this week. هي راحت مرتين الاسبوع ده السينما. وبيقول لك this week isn't over yet. الاسبوع لسه ما خلصش. مكان ممكن تروح 3 4 ممكن تروح 5 ممكن تروح 6 واكتر. يبقى هنا زي ما احنا اتفقنا من شويه، انا شربت كوبايتين قهوه وانا شربت 3. يبقى حدث في المده نفسها لسه ما خلصتش. مش الحدث بس، كمان ده المده نفسها لسه مسموح انه يعمل اكتر من كده. ماشي. A repeated action حدث بيكرر unspecified period في مده غير محدده بين الماضي والمضارع. طب اي حاجه بتربط الماضي والمضارع تبقى ايه؟ ناوي عن الان. الماضي بتربطهم ببعض يبقى مضارع تام. تعال نشوف كده. We have visited Portugal several times. انا زرت البرتغال مرات عديده. ماشي. المده مش محدده. وزرتها ولسه بزور ولسه هزور. فهمتم؟ طب نكمل. الحدث اللي completely in the very recent present. حدث تم اكتماله في very recent past expressed by just. يعني حدث فعلا في الماضي ولكن في الماضي قريب قوي. يعني مثلا ما تيجي تاكل معانا يا محمد؟ والله أنا لسه واكل. طب يلا نذاكر، انا لسه مخلص مذاكره. كلمه just معناها لسه او توا او حالا. فانا اقول مثلا I have just finished my work. انا لسه مخلص عملي. بربط الماضي اللي لسه يا دوبك خلصان بالمضارع اللي هو دلوقتي. طب تعالى نشوف كده اللي بعدها. an action when time is not important. حدث الوقت مش مهم بالنسبه لي. وخلي بالك مش الوقت بس اللي مش مهم، ده الفعل نفسه مش مهم يا دكتور حمد. بجد ايوه الفعل نفسه مش مهم. انا مش مهتم بالفعل كده، انا مهتم بنتيجه الفعل. he has read where and peace. هو قرأ طالما بين قوسين كده وحروف كابيتال فهي دي اسم الروايه تقريبا. where and peace الحرب والسلام. the result of his reading is important. نتيجه القراءه نفسها مهمه ولكن انا مش مهتم بالحدث نفسه. يبقى an action when الحدث نفسه when the time is not important. الحدث نفسه الوقت مش مهم، الحدث نفسه مش مهم ولكن النتيجه هي الريزلت بتاعه الحدث. انا مهتم ان هو لما جراها ده اثرت في شخصيته، لما جراها فعرف الاحداث، لما جراها ابتدت تغير من طباعه، لما جراها حب القصه الى اخره. ماشي. طب دي رقم واحد. خلي بالك بقى انا عامل لك ايه؟ عامل لك بالاصفر. ماشي. تعال نكمل رقم اتنين. النظام حلو يا شباب. رقم اتنين بيقول لك ايه؟ بيقول لك صلي على النبي عليه الصلاه والسلام. قلت له حاضر. قال لي اكشن ستارتد ان ذا باست. بدا في الماضي وما زال مستمر الان. يا عم ده اللي احنا بنقوله من بدري. لاحظ هو بيعيد كل شويه في الاستعمالات. انت خلاص فهمت الخلاص. الزتونه واحنا اتعودنا مع دكتور حمدي في الاستعمالات بالذات عشان ما نتوهش بنعرف استعمال واحد وبنحاول نظبط بقيه الاستعمالات عليه عشان ما نحفظش كتير. تعالى بص معايا كده. they haven't lived here. هم ما عاشوش هنا لسنوات. خلي بالك فور ممكن يجي معاها مده، يجي بعدها مده اهو لسنوات. هنا مجموعه او 5 years لخمس سنوات او 10 سنوات. وسينس بيجي معاها بدايه الحدث. يعني ايه؟ have you played the piano. هل انت لعبت بيانو منذ you're a child. من ساعه ما انت كنت طفل. يعني سنس ممكن يجي بعدها جمله كامله بس لازم تكون جمله بدايه الحدث. يعني اقول له ايه؟ هل انت ذاكرت منذ الصباح؟ هنا يبقى ايه؟ بدايه الحدث كانت ظرف زمان اهو. هل انت ذاكرت لما كنت مش بتعرف تقرا؟ هل انت لعبت بيانو لما كنت صغير؟ هل انت لعبت بيانو لما كنت في امريكا؟ هل انت لعبت بيانو لما كنت في الكليه؟ هل انت لعبت بيانو؟ بعدها جمله. وخلي بالك غالبا الجمله اللي بعد سنس هنا بتكون ايه؟ ماضي بسيط عشان نربط الماضي البسيط بمين؟ بالمضارع التام. صلى على النبي وركز معايا بالونه. ماشي. سنس لها معاني تانية بس مش وقتها دلوقتي. صلى على النبي. يبقى ركز تاني فوق. they haven't lived here. هو ما عاشوش هنا لمده سنوات. ماشي. وهنا النفي بنوت. she has worked in the bank. هي اشتغلت في البنك لمدة 5 سنوات. حدث بدأ في الماضي وما زال مستمر. طب لو يا دكتور حمدي هي لو اشتغلت لمدة 5 سنوات وبطلت مثلا بقالها سنة، نشيل هاز دي. معناه ان هنا نستعمل الماضي البسيط. حدث تم وانتهى في الماضي وفي الحالة دي هنقول والله هي خلصت. وهنا معناها she ايه؟ she no longer لم تعد work لم تعد ونحط اس عشان she مفرد. she no longer يعني كلمة no longer يعني لم تعد تعمل. وبعدين we have had the same car. احنا عندنا نفس السيارة بقالنا 10 سنوات وما زالت عندنا. دكتور حمدي ايه have had دي؟ ركز معايا بالونه وركز معايا في الحتتين قوي. ماشي. صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. نجيب التانية. كلمة has و have الماضي منهم had. فلما اقول مثلا ركز معايا I
have dinner. يعني ايه؟ انا اتعشيت، صح كده؟ have هنا فعل اساسي لان dinner هنا المفعول. حلو. طب انا عايز اجيبها تصريف ثالث، فاقول I تاخد have، ومحتاج هنا البي بي. يا ترى البي بي من have ايه؟ have برضه. سوري، البي بي من have had، فاقول I have had dinner. تاني عشان مش مفهوم. مثال تاني اهو، اقول she has 10 pound او 10 دولار. ماشي. طب عاوز بقى اجيبها بالمضارع التام، فاقول she برضه، وشي بتاخد has. التصريف ده هنا الفعل الاساسي، فالتصريف الثالث منه had 10 باوند او 10 دولار. صلى على النبي عليه السلام. يبقى had بتيجي هنا كفعل اساسي بعد الفعل المساعد عادي. طب يا دكتور حمدي، هديك سؤال بقى برضه، احنا اتفقنا في سؤال من شويه وفي سؤال تاني اهو، اللي يعرف يكتبها في التعليقات ويبعت للتيم، وليه هدايا عندي كتير. ايه انا ممكن اقول had في الماضي التام، واجيب had كمان كفعل اساسي. تعرف انت تجيب لي جمله فيها 3 had ورا بعض؟ ركز كده وابعت لنا في التعليقات. قلت لك احنا بنلعب باللغه بجد، انت مع الدكتور حمدي الرايق. ركز معايا يا بالون. ماشي، صلى الله على النبي عليه الصلاه والسلام. كنا وصلنا لفين؟ وصلنا للتالت حاجه معانا بتقول ايه؟ صلى على النبي. when لما التايم بيريود referred to hasn't finished معناه ايه؟ شوف كده المثال I have worked hard this week. انا شغال كويس الاسبوع ده والاسبوع لسه ما خلصش. It has rained a lot this year. هي نطر كتير السنه دي والسنه لسه ما خلصتش، فممكن تنطر تاني، يبقى حدث بدأ وما زال مستمر. We haven't seen her today. احنا ما شفناهاش النهارده، بس النهارده لسه ما خلصش، ممكن نشوف وممكن ما نشوفهاش. ماشي. رقم 4 يا دكتور حمدي، action أحداث repeated in an unspecified period between the past and the now. حدث بيتكرر كتير بين المضارع والمستقبل الوقتي. اللي بيربط لي مين؟ الباست بالمضارع، المضارع التام. ناخد امثله. she has seen that film 6 times. هو شافه 6 مرات لحد دلوقتي. مع تكرار لعدد مرات الحدث فبنستعمل المضارع التام. خلي بالك، ودي مهمه قوي. مع عدد مرات الحدث بنستعمل المضارع التام، ولكن ما نقدرش نستعمل المضارع التام المستمر زي ما هناخد في الشابتر رقم 4. ركز معايا كده واربط الكلام ببعض. هو دكتور شاف الفيلم 6 مرات، ممكن نشوف السابع والثامن والعاشر. فعل بدأ وما زال ممكن يحصل تاني. بدأ في الماضي وممكن يحدث تاني في المستقبل في المضارع، فده مضارع تام. It has happened several times already. already من الحاجات اللي بتدل على المضارع التام، فهو فعلا حدث عدة مرات بالفعل وممكن يحصل تاني. She has visited them frequently. هي بتزورهم بتكرار وممكن تزورهم تاني. We have eaten at that restaurant many times. احنا كنا في مطعم ده مرات كتير وممكن ناكل تاني. فحدث بدأ وممكن يحصل في المضارع، فبنسميه مضارع ايه؟ مضارع تام. واخد بالك ان هي نفس زيتونه لكن هو بيعيد ويزيد واحنا معاه كده كده واحده واحده. الاكشنز complete in the very recent past. حدث للتون مع كلمه ايه؟ just. يعني مثلا ايه؟ تعالى كل انا لسه واكل، تعالى اشرب لا ده انا لسه شارب، يلا نذاكر انا لسه مذاكر، يلا نلعب انا لسه مخلص لعب. تعالى شوف كده have you just finished work. هل انت فعلا خلصت لسه مخلص الشغل بتاعك؟ ماشي، بتيجي في السؤال. طب تعالى نجيبها بقى في الجمله I have just eaten. انا لسه واكل. يلا تعالى خد سندوتش. لا انا لسه واكل. We have just seen here. انا ما شفتش سوس بقالي اسبوع. احنا لسه شايفينها. We have just seen here. Has he just left. هل هو لسه مغادر؟ ايوه ده لسه ماشي حالا. ماشي. اللي بعدها دكتور حمد صلى الله على النبي عليه الصلاه والسلام. لو خدت بالكم من نفس الاستعمالات. طب شوف دي when the precise time of the actions is not important or not known. لما التايم نفسه غير محدد، not important مش مهم او غير معروف. زي مثلا someone شخص ما has eaten my soup. شخص ما اكل شرب الشوربه او اكل الشوربه بتاعتي. انا مش عارف مين الشخص ده، حلو، ومش عارف الوقت اللي حصل فيه كده، فاستعمل المضارع التام. have you seen gone with the wind. هل انت شفت الفيلم ده؟ ماشي. لا لا لا، يبقى هل انت شفتها؟ ما أنا لسه ما اعرفش المده ومش محدد المده او الزمن. she has studied. وهنا خلي بالك حته مهمه قوي، تكايه مهمه قوي وهنأكد عليها بس ما نقرا الجمله. she has studied Japanese. روزان
انجلش هو ايه بقى؟ صلى على النبي السلام. هو ذاكر اللغات دي كلها، الروسي والياباني والانجليزي، بقى لسه ما حددش المده. خلاص يا باشا، اتكل على الله وخلاها مضارع ايه تام. ايه بقى الملحوظه اللي انت عاوز تقولها هنا يا دكتور حمدي؟ عايز اقول لك ان انا لو قلت شي هاز، ممكن اقول شي هاز. لا ده عاوز شرح على السبوره يا دكتور حمدي، ما تكروتهاش عشان ده مهم قوي في الاسئله. ركز معايا، قلت لك مهم في الاسئله بورقه وقلم وتكتب ملاحظات على طول. اقول شي هاز studied، وعرفنا ان studied يعني يذاكر، تصريف تالت منها، والاواي خليناها اي عشان جاب لها ساكن. عاوز انفي اقول شي هاز not studied. طب يا دكتور حمدي صلى الله عليه وسلم، ايه رايك بقى في الحته دي؟ ايه بقى؟ انا ممكن اخلي ديت بالشكل ده اهو. ممكن اشيل هاز واخليها she is studied. يا دكتور حمدي هي مش ديت اختصار هاز؟ ايوه، يبقى هاز ممكن اشيلها احط ابوستروف اس. بس في ملحوظه مهمه قوي، ركز في الجمله ديت معايا كده. اقول she is studying سوري، studying يعني ايه؟ هو بيذاكر studying now. عاوز الفت نظرك يا دكتور حمدي، عاوز الفت نظرك ان is ممكن اقول برضو she is studying. يعني انا ممكن اقول she is studied و she is studying. فرقت في ايه يا دكتور حمدي؟ فرقت يا حبيب قلبي، هنا حطيت هنا تصريف ثالث، معنى كده ان ابوستروف اس اصلها هاز، هنا اي ان جي معنى كده ان ابوستروف اس اصلها از. وضحت؟ اتمنى تكون وضحت ومهمه قوي. وخلي بالك جت في الكتاب، يعني معرض جوي تيجي في الامتحان، ركز فيها قوي ماشي. شيء هنا كملت بالايدي معنى كده ان كان اصلها هاز، عشان تظبط معاك بقيه الجمله وتبقى فاهم انت بتقول ايه. جه في الاخر بقى، وهنا قلت لكم ليه جت فكره الروجانيات. جه في الاخر وغلس، قال لك انا مش هشرح المحاضره بحالها. قلت له ازاي؟ قال لي اجرى اكتر يا حبيبي عن المضارع التام، مع كلمه ايفر، مع كلمه نيفر، مع كلمه اوريدي، وكمان يت. واخد بالك من حاجه؟ ان ايفر ونيفر واوريدي حط بينهم ايه؟ كوما، ولكن اخر واحده بتحط اند. يعني مثلا اقول ايه؟ يبقى لحمه وكوما، مكرونه كوما، ملوخيه كوما، شعريه اند سمك مثلا. يبقى اخر حاجه نحط قبلها اند. وكمان عن استعماله مع كلمه فور وسنس. هل انا اسيبك تدور لوحدك؟ ما يهونش عليا والله، ما يهونش عليا تدور لوحدك، عشان عارف انت هتتوه ومش هتعرف تعمل حاجه. قلت لا، ده انا لازم الم الدنيا لدكتورنا حبيبنا صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. يبقى احنا وصلنا لنقطه الروجانيات. خلي بالك احنا ايه؟ شرحنا على السبوره، بعدين رحنا قارينا الكتاب سوا. يلا بقى نخش على جزئيه الروجانيات، واحده واحده بقى، وركز معايا واكتب في ورقه عشان الكلام ده مش مكتوب عندك في الكتاب. ركز معايا واحده واحده بقى واكتب ورايا. الروجانيات. ايه الروجانيات بتاعتنا؟ صلى على النبي عليه السلام. رقم واحد هنتكلم عن ever. تاني حاجه هنتكلم عن never. تالت حاجه هنتكلم عن already. بعد كده نتكلم عن، احنا اتكلمنا عن ever و never و already. تعالى نتكلم عن yet. بعد شويه نتكلم عن for and since. ماشي، نتكلم عن for و since. صلى الله عليه وسلم. ومن عندي نتكلم عن just. حلو. اهم حته بقى في الدرس شويه الروجانيات دول، اهم شويه في الدرس كله الروجانيات. صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. يبقى اهم حاجه في الدرس كله ايه؟ الروجانيات. تركز جو فيها عشان دي مهمه جو في الامتحان. كلمه ever، ناخد مثال يا دكتور حمدي. have have you ever، هل انت have you ever been to Egypt؟ هل انت سبق لك؟ كلمة ever معناها سبق لك. هل سبق لك ان انت رحت هل انت سبق لك ان رحت امريكا؟ هل سبق لك ان رحت ايجيبت؟ والى اخره. صلى على النبي عليه السلام. بس خلي بالك ever جاي قبل الفعل الاساسي اللي هي دكتور حمدي مش هاف. هنا سؤال معناه هل، فدي فعل مساعد، بعدين فاعل، بعدين فعل اساسي ماشي. والفعل بي التصريف الثالث منه ايه؟ بين. طب يا دكتور حمدي تعال نشوف مثال تاني. ايوه حاضر عيوني. مثال تاني على ever برضه. نقول ايه؟ no one، او اقول nothing، وبعدها ايه؟ has ever والبي بي. طب اشرح كده يا دكتور حمدي. يعني انا حاضر.
هقول لك مثال بسيط خالص، هنقول nobody. nobody شكل ايه؟ no one. nobody ماله has ever said. لم يكن هذا أحد. ماشي، لم يكن أحد هذا، أو nobody has ever said that. محدش قال كده to me before. يعني مثلا ده بهزر طبعا، المفروض ده ما يحصلش، وليكن مثلا في واحدة صاحبتك جميلة عجبتك، فأنت بتقول لها I love you، أنا بحبك، فجات لك إيه؟ nobody، محدش قال لي كده قبل كده. يبقى إيه has ever said، أو لم يكن أحد، يبقى no one لا أحد has ever said، محدش قال لي من قبل. كلمتين معناها من قبل that to me before. وانا بحبك وانا كمان، يعني بحبك وانا كمان me too. صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. يبقى محدش قال لي كده قبل كده. خلي بالك بقى، ركز هنا، بقول لك هل انت رحت مصر من قبل؟ هل حد قال لك كده قبل كده؟ لا، ده محدش قال لي كده قبل كده. يعني هي بتيجي في ايه؟ يا اما بتيجي في جمله سؤال، ماشي، وبتيجي قبل الفعل المساعد، او في جمله إيه؟ في جمله خبريه وبتيجي قبل برضو الفعل الايه المساعد، وبيكون معناها من قبل. طب كلمة never، ماشي، أول حاجة كده never لم يحدث من قبل. يعني إيه؟ أقول I have never visited. أنا عمري ما زرت Egypt. والله ماشي، ما علينا. I have never visited Egypt. أنا عمري ما زرت مصر. معناها إيه؟ وخلي بالك برضو بتيجي بالفعل إيه المساعد، معناها إنه لم يسبق لي أنا أزور مصر من قبل. خلي بالك، ما ينفعش تقول I have not وتروح جاي بعدها never. لا تستعمل never مع النفي. يعني انا لو رجيت في الجمله نفي ما ينفعش اختار من الاختيارات نيفر. حلو كده، جميل يا دكتور حمدي. اللي بعدها اسمها ايه؟ اوريدي. اللي بعدها اسمها اوريدي. كلمه اوريدي يعني ايه؟ بالفعل. كلمه اوريدي معناها بالفعل. ركز معايا، كلمه اوريدي يبقى ترجمتهم ايفر يعني من قبل، نيفر يعني لم يسبق ليه، دي من قبل. طب اوريدي يعني بالفعل. نترجم كده، يعني مثلا خلي بالك بقى عشان دي مهمه قوي. ازاي؟ I have already drunk 3 coffees. يعني ايه يا دكتور حمدي؟ انا بالفعل اهي I have already. انا فعلا. وقلنا drink تصرف تالت منها drunk. drunk 3 coffees. انا شربت 3 كوبايات قهوة ومش هشرب تاني. فهمت الفكرة؟ دي المغزى من كلمة already. انا تعالى كل معانا I have already eaten. انا فعلا كلت فمش هقدر اكل معاكم. ايه الفرق بين كلمة just يا حبيبي؟ لما واحد يقول لك تعالى كل معانا، فانت ممكن ترد رديه، تقول والله ما تروح على طول تاكل، لا يعني اعمل من نفسك كده ان انت مش عاوز تاكل، هتروح كل برضه مفيش مشكله. ماشي، تقول ايه؟ I have just eaten. انا لسه واكل فمش هقدر اكل. او I have already. انا فعلا كلت فبرضه مش هقدر اكل. ده في حاله ان انت ايه؟ مش موافق. انما لو واحد انت موافق بقى، إيه، روح كل ماشي، بس بعدها قبلها برضه قول والله مش عارف ايه وبتاع، ممكن تكون عزومه مراكبيه ولا حاجه. ماشي، خلي عندك دم يعني، ماشي، مش أي حد يقول لك تعالى تيجي، عيب والله. ماشي، يبقى اوريدي. طب خلي بالك في استعمال حلو جوه كلمه اوريدي، ومهم جو جو جو، ركز معايا فيه. بيقول لك ايه بقى؟ صلى على النبي. إيه يا محمد؟ نعم يا بابا. روح ذاكر، ولا ان شاء الله لو خلصت مذاكره وحليت كويس هجيب لك هديه. فمحمد بيعمل واجب كل يوم في 5 ساعات. ماشي، سي مثلا بيعمله في ساعه يا اخي، في ساعه. فبص بعد 5 دقايق 5 minutes لقيت محمد خلص، فرحنا انا جاي له بقى شوف السؤال ده. have you، سؤال اهو، have you already، هل انت فعلا finished، هل انت فعلا خلصت your work. فانا ما قلتوش تاني. يبقى already ممكن تستعمل في جمله مثبته بمعنى فعلا. انا فعلا كلت، او انا بالتاكيد كلت. طب ممكن تيجي في السؤال ايوه بمعنى الدهشه. يعني انا مستغرب، انت في العاده بتاخد كل يوم ساعه، النهارده خدت 5 دقايق، يبقى هاف يو. انت متاكد ولا اجي ادور وراك؟ ماشي، يبقى هاف يو اوريدي فينيشد يور ورك. هل انت فعلا بالتاكيد خلصت العمل بتاعك؟ ماشي. وخلي بالك كلمه نيفر وايفر بتيجي بالفعل المساعد. اقول I have I haven't I haven't او nobody
has ever said that to me before. ما حدش قال لي كده قبل كده، جت قبل الفعل. واقول never. I have never gone to Egypt. انا ما رحتش قبل كده القاهرة او رحتش قبل كده مصر. طب have you already finished. already جت قبل الفعل ايه المساعد. ماشي، خلي بالك already ممكن تيجي في نهاية الجملة ازاي. مش انا لسه بقول I have already eaten، ممكن اقولها بنفس الطريقة I have eaten already بالفعل ايه اكلت. ماشي، ابتدت تحلو يا دكتور حمدي وانا فاهم ومستقنيس ومبسوط. ماشي، ولو عندك اي سؤال اكتب لنا في التعليقات وان شاء الله ارد على كل التعليقات او ابعت لي التي. ماشي، صلى على النبي عليه السلام. نخش على كلمه يت. كلمه يت يت دي مهمه قوي، خلي بالك بتيجي في حاجتين، يا اما نفي يا اما سؤال. يعني انا لو لقيت جمله مثبته ومش سؤال ما ينفعش استعمل يت. فتعالى ناخد امثله كده، أو والله عيوني حاضر. عيوني حاضر يا دكتور حمدي. الامثله بقول لك ايه، صلى على النبي. have you studied yet. ماشي، هل انت لحد الان بتذاكر. ماشي، والى اخره. صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. يبقى have you studied yet. هل انت لحد الان بتذاكر. طب عاوز انفيها اقول ايه haven't. اتفقنا بقى haven't. have not you studied yet. هل انت لحد الان ما ذاكرتش. ماشي، صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. دي بالنسبه للجمل المثبته بس تكون استفهام او المنفيه. طب ادينا استعمال تاني، عينيا حاضر. ممكن اقول ايه بقى، صلى على النبي. they have. ما ينفعش have، لازم نقطة عشان يت بتيجي مع النفي. they haven't eaten yet. هم ما كانوش لحد الآن. خلي بالك بقى علشان نجمع كلك بجملة واحدة. ماشي، أول حاجة كده الأولانية نقول إيه. أنا ما أكلتش قبل كده فأقول إيه I haven't ever eaten. أنا ما أكلتش قبل كده. اللي بعدها أقول إيه I have never eaten. أنا لم يسبق لي أن آكل. اللي بعدها I have already eaten. أنا بالفعل أكلت. اليت I haven't eaten yet. أنا ما أكلتش لحد دلوقتي. أنا مثلا كنت فرح أو معزومة عند حد من صحابي فجيب يسألني قلت له أنا لسه لحد الآن ما أكلتش. ماشي، رايح آكل بقى. بهزر. صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. ركز معايا بالونه كده وإيه، وافتح دماغك عشان الحاجات دي مهمة جوي في الامتحان. فور وسنس. فور وسنس دول من الحاجات المهمة جوي، وأهم حاجة فيهم إيه اللي بيجي بعد فور، إيه اللي بيجي بعد إيه سنس. صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. وبعد كده كلمة جاست الجميلة الصغنونة دي. طب ما تيجي نخلص من الأول من كلمة جاست. ماشي، معناها حالا او توا. يا ابني تعالى كل معانا والله. I have just eaten. انا لسه واكل دلوقتي مش هقدر اكل تاني. I have just ايه eaten. ماشي، ركز بقى معايا، فاضل لنا فور وسنس ودي اخر حاجه في الروجانيات. فور وسنس. ركز معايا. فور بتيجي ازاي. فور بيجي بعدها مده. سنس بيجي بعدها بدايه الحدث. اللي اتفقنا ان احنا بناخد حته صغننه ونربطها بحاجات كتير، وده اللي بيحبه المخ انه ياخد معلومه صغنونه ويبني على معلومات كتير. طب ما تيجي نشوف كده. هقول مثلا حمدي، دكتور حمدي الرايق ماله. has عايش lived in Egypt عايش في مصر. حاضر. for لمدة 25 years. for هنا جه بعدها مدة لمدة 25 سنة. عايش في Egypt بقى له 25 سنة. فهنا بنستعملنا ايه for وبعدها المدة. طب صلى على النبي. طب انا لو عايز اجيب since اقول والله حمدي has lived in Egypt since. نجيب بداية الحدث 25. يبقى مثلا من سنة 2000. 2000 يبقى since 2000. حلو، صلى على السلام. طب جملة تانية أقول مثلا والله حمدي ماله started. ممكن أقول أهو، تخيل بقى الجملة الجميلة دي عاوز أخليها بدل مضارع تام ماضي فأقول والله started بدأ. والستارت بيجي بعدها الاي ان جي أو طول مصدر فأقول start living بدأ المعيشة فين in Egypt في مصر. يا ترى 25 years. خلي بالك بقى الستارت هنا ايه ماضي بسيط فتاخد اجو منذ 25 سنة. ماشي، في حتة تالتة بس مش عاوز اصعب عليكم، هي دي صعبة شوية بس هقولها عشان عارف متأكد ان طلابي وحوش وابطال ومش حاجة صعبة عليكم. صلى الله على النبي عليه السلام. اقول والله ركز. ركز اقول ايه it's 25 years
اتس وتجيب بعدها المده، خلي بالك المده كانت في الاخر جبتها في الاول. اتس انه 25 عاما. since منذ ويجي بعدها ايه ماضي بسيط. منذ حمدي الرايج started بدأ المعيشة في أسوان. يبقى الجملة ديت أهي جبتها هنا، والمدة شلتها من هنا حطيتها قدام، وحطيت جاب لها اتس. ماشي، خلي بالك سنس لما يجي بعدها الجملة بتكون جملة ايه؟ ماضي بسيط. ماشي، هي طبعا سنس لها معاني تانية. يعني مثلا ملحوظة مهمة ليك انت عشان ايه تبقى واد مقطع كده، نقول ايه؟ صلى انا بس السلام، ركز معايا يا بالونه. اقول والله I have studied، انا ذاكرت all day، ليه يا حاج؟ since I have exam، انا بذاكر طول اليوم لان since هنا معناها لان انا عندي امتحان. since او ممكن عشان احط as، او because، او because of، وهاف ديت تبقى having عشان بتعوز الفعل زي ان جي عشان اجيب لها حرف جر. ايه العباد كده باللغه. ماشي، عندكم حته برضو عشان طالما قلت سنس دي مش عايز اقولها عشان صعبه شويه. عندكم حته كمان على كلمه يت، ممكن موجود مثلا ايه؟ I am tall yet I can't play basketball، ما اعرفش العب كره الباسكت رغم انه طويل. فكلمه يت هنا معناها ايه؟ however، ولكن. however انا طويل ولكن ما بعرفش العب باسكت بول. يبقى يت ممكن تيجي معانا كلمه يا، وصلى على النبي عليه السلام علشان ما نغلبش. والروجانيات ديت اول حاجه كده احنا اتفقنا ان انت تكتبها ورايا اول باول كده عشان تذاكرها من الكشكول براحتك، ولكن اكتب ورايا بقى الجملتين اللي هقولهم لك دول واحده واحده. صلى على النبي عليه السلام. ايه بقى الجملتين؟ اول حاجه تقول والله I have I haven't ever eaten، انا ما اكلتش من قبل. I have never eaten، أنا لم يسبق لي إني آكل من قبل. I have already eaten، أنا بالفعل أكلت فمش هاكل معاكم. I haven't eaten yet، أنا ما أكلتش لحد الآن. I have eaten، أنا أكلت. ماشي. for years، باكل بقالي سنين. I have eaten since I came، منذ أن أتيت. just معناه إيه بقى؟ حالا أو توا. يعني إيه مثلا لما يقول لي تعالى كل والله you have just eaten، أنا لسه إيه واكل. ماشي، دي كانت الروجانيات بالنسبة لنا. تاني جرينا شرحنا على السبورة، جرينا الكتاب الشرح، وقلنا الروجانيات. خلي بالك مين اللي قال لنا على الروجانيات؟ الكتاب بتاعك. أنا شرحت لكم ايفر، شرحت لكم نيفر، شرحت لكم اوريدي. وايفر ونيفر الاثنين لازم يجوا بالفعل مساعد، انما اوريدي تيجي قبله ماشي، تيجي في اخر الجمله ماشي. يت بتيجي في النفي والاستفهام، لو جبت جمله مثبته ما ينفعش يت. فور وسنس، فور لمده الحدث، وسنس بيجي بعدها ايه؟ بدايه الحدث. لما اقول مثلا لمده 25 سنه، هنا اطرح ال 25 من الزمن دلوقتي. سنس اقول مثلا والله انا بذاكر من الصباح، انا بذاكر من الصباح يبقى سنس. انا بذاكر بقالي 5 ساعات يبقى فور. انا بذاكر مثلا من سنتين يبقى سنس. انا بذاكر لمده سنتين يبقى فور. فاضل لنا جزئيه بسيطه خالص الا وهي الاكسرسايز. ركز معايا بقى وواحده واحده كده، وعايزين نلعب بالاكسرسايزز. اول جمله معانا بتقول ايه؟ السؤال بيقول لك صلى على بس، بيقول لك كومبليت، كمل these sentence، الجمل دي by putting the verbs، حط لي الفعل اللي بين اتنين براكتس into the present perfect في المضارع التام. فشي just go out، هي طلعت بره. عاوز مضارع تام يبقى has. she ايه؟ has، عشان has بتاخد مفرد has مع she والمفرد she وهي وات والمفرد. go تصرف تاد منها gone، واكمل الجملة عادي. she has gone out. هو عاوز كلمة just يبقى she has just gone out، ومعناها ان هي طلعت بره حالا او توا. مثلا في واحده صاحبتك بتسال عليكي، فمامتك قالت لك والله لسه طالعه بره حالا، استني هي جايه، او يا دوبك هتلحقيها. تمام يا دكتور حمد. طب اللي بعدها this is the nice restaurant، ده احلى مطعم انا شفته. هنا طبعا نقول I have، اي عشان انا بتاخد have، وسي تصرف بتاعت منها seen. سي so، ركز معايا عشان الحاجات بتكرر جو في الامتحان. seen المضارع
والتصريف التاني والتصريف التالت. هنا الافضل انت تقول I have ever seen، انا ما شفتش زيها من قبل، يبقى الافضل ان احط كلمه ايفر، شلتها ما حطيتهاش مفيش مشكله. 3 people، 3 من الناس. the company this week، 3 من الناس ده يعني جمع صح، يبقى تاخد have. والتصريف الثالث من leave left. خلي بالك كلمه left هنا زي كلمه left اللي هو شمال، ما احنا عارفين ان رايت يعني يمين وليفت يعني شمال، شبهه صح كده، صح يا دكتور حمدي. صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. نشوف نمبر 4 I نقط 3 letters already. I بتاخد have. ماشي. الترجمة بتاعت التلاتة معناها إن التلات أشخاص غادروا من الشركة بتاعتنا الأسبوع ده. رقم 4 I have 3 letters، أنا كتبت بالفعل أوريدي، جت في الآخر أهيت معناها بالفعل. I have ورايت التصريف التالت منها written. التصريف التالت منها إيه؟ written. طب رقم 5 we not to holidays، إحنا خدنا أجازتين this year. خلي بالك السنة لسه ما خلصتش، خلي بالك أنا ممكن آخد أجازات تانية، يبقى حدث بيحدث وممكن أكرره تاني. فوي بتاخد have، وهاف التصريف التالت منها هاد، واكدنا الحته دي جاوب. ركز عشان ما تخليش يلعب بيك في الاجابات. There not a revolution in sans serif. revolution يعني ثوره، في ثوره. ماشي. مش مهم بالنسبه لي الترجمه خالص، انا مهم بالنسبه لي الجرامير. فالجرامر هنا بيقول ايه؟ there بتاخد معاها ايه؟ ممكن اقول has او have على حسب، فممكن اقول ايه؟ كان يوجد كتب there are books، كان يوجد كتاب there is book. فاحنا هنعمل ايه بقى؟ هنشوف الكلمه اللي بعدها هنا ثوره مفرد. طب عرفت منين مفرد؟ جاب لها والآ بتيجي قبل المفرد ما بيجيش مع الجمع. فهنا هو عاوز هاز، زير هاز. والتصريف التالت من بي هو بين. نركز تاني عشان دي مهمه. اول حاجه زير ممكن تاخد هاز او هاف، فلو هي جمع بتاخد هاف، بتعبر عن المفرد تاخد هاز، بتعبر عن الجمع تاخد هاف. عرفت منين كلمه ثوره؟ مش عارف معناها. طيب بتيجي مع المفرد يبقى تاخد هاز. بي التصريف التالت منها بين. رقم نمبر 7. رقم 7 بتقول I know that film، أنا شفت ذلك الفيلم. فأي بتاخد have، وسي التصريف التالت منها لسه جايين سين. ماشي. صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. خلي بالك معظم الأفعال الشاذة التصريف التالت بتاعها بيكون آخره إين في الغالب يعني، وأنا طبعا بجمعهم في مجموعات كده الأقرب لبعض، ولكن برضه ستيل هي أفعال شاذة. رقم 8 someone، شخص ما، ماله؟ كان موجود عند الفرونت جيت، البوابة الأمامية، بيعمل إيه؟ نوك داون يعني يقتحم، حد بيهجم على البيت يعني. someone. طب نعملها إزاي؟ someone بتاخد has. someone شخص ما بتعامل معاملة المفرد، ولكن لما أجيب ضمير بيعود عليها فبتبقى زي أو مشتقة، فنقول someone عايزين هنا has. طب التصريف التالت من نوك داون، داون ديت فعل مركب، فداون هي هترجع تبقى زي ما هي، ولكن نوك تبقى نوجد، هنحط لها ايه دي؟ نوجد داون. ماشي. وكمل داون عادي. ماشي. اتفقنا لما يكون الفعل مش محدد والزمن غير محدد بنستعمل ايه؟ مضارع تام. نفهم مع بعض واحده واحده. صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. رقم 9 it is the first time، دي اول مره انا اروح هناك. هير اقول انا اروح، انا جيت هنا يعني. ماشي. هير يعني هنا، زير هناك. طب اقول ايه؟ I have، I بتاخد have. been التصريف التالت من بين. I have been. ولكن احنا زي ما اتفقنا هنا الافضل نقول ever برضه. ماشي. دي أول مرة أنا أجي هنا. ماشي. صلى على النبي عليه السلام. رقم 10 Indonesian food. خلي بالك ده سؤال وجاب you ever eat، هل أنت أكلت قبل كده الأكل التونسي؟ ده سؤال بيس اور نو. هل يبقى أبدأ الفعل مساعد have you، تاخد فعل مساعد have. طالما في بداية الجملة يبقى الاتش كابيتال. have الفاعل you، الفعل المساعد من eat eaten، سوري التصريف التالت من eat eaten. يبقى have you eaten Indonesian food، واجيب ever، وان ever بتيجي قبل الفعل المساعد يبقى حاطط اهو have you ever eaten Indonesian food، هل سبق لك ان جربت الاكل الاندونيسي؟ طب رقم 11 your homework yet، هل انت عملت الواجب بتاعك بالفعل؟ yet حتى الان. ماشي. بالفعل تبقى already. نبدأ بالفعل المساعد you بتاخد have. ماشي. بعدين الفاعل you، التصريف التالت من do done.
يبقى have you done، هل انت فعلا عملت الواجب بتاعك؟ رقم 12 this is the fourth time، دي المرة الرابعة. 4 يعني 4، وبتحط اتش معناها عدد ترتيبي، يبقى المرة الرابعة. he knocked my car، هو ده يدمر سيارتي، يبقى هي تاخد has. ودامج damaged فعل منتظم، تحط له اي دي، تحط دي بس عشان اخره اي، يبقى هي رابع ايه مرة. رقم 13 you knocked a shave، حلاقة. يو بتاخد هاف، والتصريف التالت من هاف هاد. ركز عشان قررت كذا مرة، عاوز يأكد لك إن أنت ممكن تستعمل هاف كفعل مساعد، وتستعملها برضو كفعل أساسي، بس هاف بيجي بعدها البي بي، فما نحطش هاف تانية بقى، نحط إيه هاد. يبقى دي معناها إن أنت حلقت، ماشي. وهنا كان الأفضل يعني إن يجيبها في إيه، يجيبها في حاجة اسمها البوزيتيف السببية، إن أنت تحلق لك، مش أنت اللي حلقت، ولكن مش هندج معاك، مش مهم. She has got the best voice I know got ever hear. خلي بالك تاني مرة تتكرر is، جه بعدها تصريف تالت، معنى كده إنها مش is، معنى كده ان اصلها كان has. يبقى she has got the best voice، هي عندها احسن صوت. وطالما هنا في صيغة تفضيل، يبقى I بتاخد have، وايفر بتيجي هنا عشان صيغة التفضيل اللي جت قبلها. ده احلى صوت انا سمعته لحد الان، او انا سمعته من قبل، يبقى I have. hear تبقى heard، وهيرد حطينا لها اي دي. ايفر بتيجي قبل المفعل المساعد، يبقى I have ever heard، يبقى I have ever ايه heard. رقم 15 he not here since 8 o'clock، 8 يعني 8، من الساعة 8 وهي هنا. حلو، since مضارع تام، يبقى هي اللي هو بتاخد has، والتصريف التالت من بين، هو هنا هير يعني هنا، يبقى هو هنا منذ، ومعاها بداية الحدث منذ الساعة 8 صباحا، يبقى بداية الحدث يبقى تاخد ايه سنس، وطالما في سنس يبقى مضارع تام. ركز بقى معايا تاني، احنا قلنا ايه النهارده كده؟ الشابتر الجرامير خلصت معانا. احنا قلنا تاني نرجع لسبورتنا الجميلة، صلى على النبي. اول حاجة شرحنا على السبورة وعرفنا ان هو بيتكون من هاز وهاف والبي بي، النفي بتاعه هاز وهاف وتحط نوت والبي بي. السؤال حاجتين، يا اما يس اور نو وبتقدم الفعل المساعد على الفاعل، يا اما دبليو اتش كويستشن وبتحط اداه استفهام في الاول، ماشي. وبقى قلنا الخلاصه اليوزز بتاعته، قلنا كذا استخدام ولهمهم. والخلاصه ان هو حدث بدا وما زال مستمر، حدث بدا وليه تاثير دلوقتي. اتكلمنا عن شويه روجانيات وقلت اكتبهم معايا ضروري ضروري، مهم جدا عشان مهمين. اتكلمنا عن ايفر، اتكلمنا عن نيفر، اتكلمنا عن اوريدي، اتكلمنا عن يت، اتكلمنا عن جاست، اتكلمنا عن سينس وفور، ماشي. ومش مكتوبين في الكتاب فقلت تكتبهم ورايا. وشرحنا كتاب الشرح، اتكلمنا في الروجانيات وحللنا التدريبات. ايه الهوم ورك بتاعنا يا شباب بقى؟ صلوا على بس السلام. اول حاجه كده تسمع المحاضره، فانت لميت الشرح، بعدين في نفس اليوم ما نأجلش تذاكر من الكتاب تاني. ولو عندك اي استفسار ان شاء الله احنا لمينا كل حاجه، وعندك استفسار تقدر تكتب لنا تحت في التعليقات او تبعت للتيم، واحنا معاك ال 24 ساعه يا بطل. شد حيلك، عاوزين نفرح بيك، عاوزين تيجي تقول لي يا دكتور حمدي انا طلعت من اول على الجمهوريه، ده شرف ليا طبعا، ماشي. ده يعني انا بجد بكون فخور طلابي قوي لما يبعتوا لي يقولوا يا دكتور حمدي احنا قفلنا، احنا جبنا امتياز، احنا جبنا 90، احنا جبنا 98، احنا جبنا 95، بجد بكون فخور بيكم. ولما بيقولوا احنا جبنا جيد جدا، احنا جبنا امتياز، برضه فخور بيكم، لان انا عارف انتوا تعبتم وعملتوا اللي عليكم. وبعد ما تخلص هتذاكر تحل التدريبات تاني بتاعت الكتاب، انا حلتها لك كامله اهوت، ماشي. وبعد ما تخلصها حل تحلها تاني لوحدك عشان مهمه قوي. لو في اي مشكله تقدر تبعت لنا. بعدين الكويز هتلاقيني سايب لك لينك الكويز تحت في الوصف، خش على الكويز. بعد ما تذاكر ما تبقى الرجاء ما تحلش كويز غير لما تذاكر، علشان تتاكد ان انت ما تغلطش حاجه. تحل كويز، ربنا يكرمك اتقفلت، تبعت لنا سكرين ليه كده عند دكتور حمدي الراج، بحبكم في الله، ازعل كتير لو ما عملتش لايك وكتبتنا تحت في التعليقات جمله تحفيزيه تشجعنا عشان نكمل ان شاء الله، ونكون معاكم دايما وباستمرار يا حبايب قلبي. واشتراك في القناه، فعل الجرس، اشتراك كل فيديوهاتنا. بحبكم في الله. ابعت شير لكل اصحابك وزمايلك ومعهدك وفي جروبات الدفعه عشان ده يشجعنا ننزل اكتر واكتر. ويكتب لنا قسمك علشان اكتر اقسام معانا هي اللي هنبدا ننزل المواد التخصصيه بتاعتها بشكل اسرع. لو عندكم اي استفسار بخصوص المعهد فاحنا عاملين جروبات سواء على الفيس على الواتس على التليجرام، تقدروا تبعتوا لنا. بحبكم في الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام يا بلون. يلا يا سلام.